إدارة نادي الزمالك الجميلة يا جماعة وصلوا لمرحلة مرعبة، مرحلة مرعبة حرفيا، ليفل مرعب من البجاحة. إدارة نادي الزمالك نزلت بيان مضمونه إنه الزمالك اتظلم في مباراة سموحة الأخيرة، واتظلم في مباراة البنك الأهلي، والمباراة اللي قبلها. آخر 3 مباريات اتظلموا ظلم شديد، ظلم كبير قوي يا جماعة. الزمالك مظلوم، الزمالك بيعاني يا جماعة في مصر. ده مضمون بيان نادي الزمالك. في جزئية بقى في بيان نادي الزمالك حرفيا انا سخسخت من الضحك، انا كنت هموت من الضحك حرفيا. تعالوا اقول لكم على الجزئيه اللي انا كنت هفيص منها من الضحك. بيقول لك: قد تجاوز المجلس عن بعض الاخطاء مكتفيا بالتنبيه اليها في حينه، وكنا نتطلع الى ان تبادر الجهات المذكوره لتصويبها وتداركها، الا ان الاداء التحكيمي في اخر 3 مباريات شهد اخطاء فادحه. في اخر 3 مباريات اللي هو الزمالك اصلا كسبان بكوارث تحكيميه في اخر 3 مباريات. ركز بقى في الحته اللي جايه دي علشان ممكن تتجنن بقى من الحته اللي جايه دي. بيقول لك: اثبتها وشهد بها كل منصف. يعني الاخطاء اللي فاتت دي اثبتها وشهد بها كل منصف، ولم ينكرها الا كل صاحب ميل او غرض. يعني انت لو ما قلتش انه الزمالك اتظلم فانت كده صاحب غرض. يا جماعه الناس دي عارفه بتعمل ايه، والله الكلام ده معروف ومقصود من اداره نادي الزمالك. تخيل ان كل خبراء التحكيم، هكلمك عن اخر مباراه مثلا، كل خبراء التحكيم وكل الحكام اللي طلعوا على القنوات قالوا انه مفيش ضربات جزاء لنادي الزمالك، وكل الحكام وكل الخبراء قالوا انه حسام حسن مهاجم نادي سموحه ليه ضربه جزاء، والمفروض الانذار الثاني يتلغي ويرجع المباراه وما يطردش. وتاني حاجه، في حاجه الحكام وكل خبراء التحكيم ما حدش اتكلم عنها: ضربه جزاء لحسام حسن في بدايه المباراه نفس الشده بتاعه سامسون اكينيولا في مباراه البنك الاهلي، هي ما اتحسبتش في مباراه سموحه. حسام حسن خد انذار بداعي التمثيل، واسامه فيصل في مباراه البنك الاهلي خد انذار تاني واتطرد، رغم انه في احتكاك مع عبد الله السعيد وما يستحقش انذار تاني ولا يطرد. شفت بقى الغلطات الفجه اللي بحقه حقيقي يا جماعه. اداره نادي الزمالك عارفين ومتاكدين انهم المباراتين دول كل الغلطات والفساد التحكيمي كان في صالحهم، لكن هم علشان يغلوشوا ويهبطوا الرأي العام فهم بيعملوا الحركتين اللي بيعملوهم دول. وانا هثبت لكم بالدليل لما كان عمرو الدرديري متحدث رسمي لنادي الزمالك لما قال ان احنا بنعمل نفسنا مظلومين علشان ناخد حق اكتر من حقنا. تعالوا نسمع المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وقتها قال ايه ونتمزج كده. اسمعوا يا جماعه. خدنا بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه، في حاجات مش عايزين نعلن عنها، في كلام مش عايزين احنا نعلن عنه. اعلنوا يا فندم، اعلنوا يا فندم عشان الناس زي اللي ترتاح بعد اذنك. لا احنا في حاجات مش نافع نعلن. احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حق. احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير بس مش عايزين نعلن عنها. تمام. لكن تاكد ان نادي الزمالك والله العظيم قوي وبياخد حقه. اتمنى وتاكد ان نادي الزمالك والله احنا مش بنسيب حق الزمالك، واحنا في وجودنا والله العظيم عمرنا ما هنتهاون في حق الزمالك. ده المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عمرو الدرديري بيه، وهو بيقول لك احنا بنعمل نفسنا مظلومين واحنا مش مظلومين علشان ناخد حق اكتر من حقنا، وده اللي بتعمله اداره نادي الزمالك الحاليه.